يا جماعه انا صحيت من النوم النهارده، قررت ادلع اصحابي واعمل لهم عزومه خطيره خطيره خطيره. تعالوا احكي لكم عملت ايه. اول حاجه طلبت مطعم شارع الحمراء وطلبت لهم اكل جاهز على التسويه بالكيلو. طلبت كيلو من السجق البقري، وزي ما انتم شايفين بيبقوا كاتبين تاريخ الانتاج على الكيس من بره. طلبت كيلو من الشيش طاووق، وكمان طلبت كيلو من النقانق اللي هي السجق. ويلا بينا بقى نبتدي تحضير العزومه الخطيره. اول حاجه هجيب طاسه احط فيها معلقه من الزيت واشوح السجق بتاعي لحد ما يستوي. وتاني حاجه جبت طاسه برده شوحت فيها السجق البقري، وزي ما انتم شايفين السجق البقري عشان كبير المفروض ان هو يتقطع، بس انا حبيت اعمله على بعضه كده زي ما هو في الساندوتش هيبقى شكله احلى. خلاص سويت النقانق وخلاص سويت السجق البقري. دلوقتي بقى ابتدي اشوح الشيش طاووق بتاعي اللي جاي لي متبل من مطعم شارع الحمراء، بس هشوح. وعشان انا عندي مزاج عالي قوي قوي في الاكل عملت لهم خلطتين ودوا طعم الساندوتشز في حته تانية خالص. قطعت شويه بصل على ايدي عليهم رشه ملح، نعيط عادي جدا بس عشان البصل يكون ليه طعم، عليه رشه من السماق شويه من البقدونس، وكده تكون اول خلطه جاهزه معانا. وتاني خلطه شويه توم مفرومين على ايدي، بعدين حطيت عليهم شويه بقدونس، قطعه من الزبده، شويه من الشيلي فليكس، واقلبه بس كده. نخلل الحلو بتاعنا ونبتدي بقى نعمل الساندوتشز الخطيره بتاعتنا. نحط شويه بصل في الاول، بعدين نحط شيش طاووق، وهكذا لحد ما نخلص الساندوتشز بتاعتنا الخطيره كلها. وعايزه اقول لكم ان مطعم شارع الحمراء فاتح في الشيخ زايد وفي وسط البلد، وكمان تقدروا تطلبوه يجي لكم لحد البيت. وخلاص بعد ما شوحنا الساندوتشز بتاعتنا ننزل بالخلطه الجباره دي، هتودي طعم الساندوتشز في حته تانية. يلا انتوا كمان دلعوا اصحابكم واعملوا لهم العزومه الخطيره دي، وهستناكم تجربوا مطعم شارع الحمراء وتقولوا لي رايكم فيه ايه. يلا بحبكم قوي قوي، باي باي.